في حاجة غلط في الأوضة اللي انت قاعد فيها دلوقتي. القصة دي ملعونة وفيها تفاصيل ممكن تأذيك نفسيا وجسديا. عشان تحصن نفسك انزل اذكر الله في التعليقات واعمل اشتراك في القناة وتابعنا على تيك توك وفيسبوك. أمنت نفسك؟ ركز بقى، عشان اللي كان جوه الأوضة 27 مش عفريت، ده شيء بياكل اللحم. صاحبي كريم ما كانش بيخاف، كان تمرجي جراحة، ايده في الدم طول اليوم، لكن اللي كسر عينه وكسر نفسيته حصل في عنبر الحروق القديم اللي اتقفل من التسعينات. المستشفى دي كان فيها ممر طويل اخره باب حديد مصدي. دي الأوضة 27 محدش بيقرب منها، مش عشان عفاريت، لا، عشان الريحة، ريحة شياط مكتوم مخلوطة بريحة لحمة نية بتضرب في مناخير أي حد يقرب من الباب حتى وهو مقفول. في ليلة شتاء وكريم لوحده في النبطشية سمع صوت جاي من الأوضة دي، مش صوت خبط، ده كان صوت جرس استدعاء التمريض. الجرس كان بيرن بإلحاح، رنة طويلة متقطعة زي حد بيموت وبيستنجد. كريم قلبه وقع في رجله، الكهرباء مفصولة عن الجناح ده أصلا. أخد الكشاف ومشي، والريحة كانت بتزيد لدرجة إنه كان هيرجع. وصل للباب، الصوت سكت فجأة، فتح الباب الحديد، صوته كان زي صرخة حد بيتألم، وجه الكشاف على السرير الوحيد اللي في الأوضة. السرير ما كانش فاضي تماما، الملاية كانت غرقانة مادة لزجة صفرة زي الصديد، وفي نص السرير بالظبط كان في حفرة مكان جسم حد كان نايم، والمرتبة لسه هابطة لتحت، كأن الجسم ده اختفى أو اتبخر في ثانية واحدة لما الباب اتفتح. كريم قرب، ريحة الشياط كانت بتعميه، مد ايده وهي بتترعش ولمس المكان الهابط في المرتبة، صرخ وسحب ايده. المكان ما كانش بس دافي، المكان كان بينبض. المرتبة نفسها كان ليها نبض سريع جدا تحت ايديه، كأن السرير ده كائن حي. وفي لحظة رعب لاحظ حاجة على المخدة، خصل شعر محروقة وضوافر مخلوعة مغروزة في القماش، كأن اللي كان نايم كان بيقاوم حاجة بتسحبه لقلب المرتبة. فجأة الباب الحديد اتقفل وراه بصوت هز المبنى كله، والنور بدأ يرعش، وسمع الصوت مش من وراه ولا من جنبه، الصوت طلع من تحت المرتبة، صوت خربشة ضوافر بتمشي في القماش من جوه، وصوت واطي ومبحوح بيقول جسمك سليم وكويس ينفعنا. كريم فضل يخبط على الباب لحد ما ايديه جابت دم، ولما فتحوله الصبح لقوا قاعد في ركن الأوضة باصص المرتبة وبيضحك بهستيريا وبياكل في ضوافره لحد اللحم. نقلناه مصحة نفسية، رحت أزوره امبارح، كان مربوط في السرير عشان ما يأذيش نفسه. قعدت جنبه وسألته بصوت واطي، كريم ايه اللي حصل جوه بجد؟ كريم بصلي، عينيه كانت مليانة عروق حمرا بطريقة مرعبة، وقرب وشه مني وقال بصوت مش صوته، صوت خشن زي احتكاك الحجر، أنا مش كريم، كريم لسه هناك. استغربت، هناك فين؟ ابتسم وسنانه كانت سودة كأنها محروقة. كريم لسه جوه المرتبة، أنا اللي طلعت مكانه. بصيت على دراعه، مكان الوريد ما كانش فيه جلد، كان فيه قماش جلد كان بيتحول بالتدريج لنسيج ملاية سرير. قمت مفزوع وجريت من الأوضة، وأنا خارج سمعت الممرضات بيقولوا للدكتور المريض اللي في غرفة 27 بيشتكي إن السرير بيحرقه. بصيت على رقم أوضته في المصحة، كانت 27، والسرير اللي هو نايم عليه بدأ يطلع منه ريحة شياط. ما قدرتش أجري وأسيبه، الريحة بقت تخنق والدخان الأسود بدأ يطلع من مسام المرتبة نفسها. جريت ناحية كريم عشان أشده من على السرير قبل ما يتحرق، مسكت كف إيده وصرخت، قوم يا كريم السرير بيولع، وشديت بكل عزمي. وهنا شفت المنظر اللي هيطاردني لحد ما اموت. ايد كريم ما طلعتش معايا، جلد دراعه اتمط زي العجينه او الجبنه السايحه ولزق في ملايه السرير. كريم ما كانش بيتحرق، كريم كان بيسيح جوه السرير، انسجه جسمه ولحمه كانت بتدوب وبتلتحم مع خيوط المرتبة. الدم كان بيتحول لقطن أحمر مبلول، والعظم كان بيطقطق بصوت عامل زي سوسة السرير القديمة وهي بتتكسر. حاولت أصرخ، صوتي ما طلعش. كريم جسمه كله غطس جوه المرتبة زي الغريق اللي بيسحبه الرمل المتحرك، ما بقاش فاضل غير وشه بس على المخدة. قربت منه وأنا بترعش، عيونه كانت مبرقة لفوق، بس بقبق عينه ما كانش اسود، كان واخد شكل غرز الخياطة. وفجأة المخدة اتنفخت من الجناب وقفلت على وشه، سمعت صوت قرشة مكتومة زي حد بيعض على حاجة طرية. وش كريم اختفى جوه القماش، وبدأت تظهر على المخدة البيضة تضاريس وش، مناخير، وبق مفتوح بيصرخ من غير صوت، وعيون مقفولة. كل ده مطبوع بارز على قماش المخدة من بره، كأن كريم بقى هو الحشو بتاعها. طلعت أجري من الأوضة زي المجنون، خبطت في الممرضات والدكاترة ومحدش فاهم مالي.
نزلت الشارع وفضلت اجري لحد ما نفسي اتقطع، وصلت البيت ودخلت تحت الدش بهدومي. كنت عايزه اغسل ريحه الشياط اللي مسكت في جسمي. وانا بغسل ايدي لاحظت حاجه غريبه في كف ايدي اليمين، الايد اللي مسكت بيها كريم عشان اشده الصوابع لونها باهت ابيض زي الجير. قربت ايدي من عيني عشان اتاكد وصعقت. بصمات صوابعي اختفت ومكان الجلد بقى فيه خطوط دقيقه متقاطعه بالطول وبالعرض، نسيج قماش. جلدي بيتحول، والسرير بتاعي اللي انا قاعد عليه دلوقتي بدات اسمع من جواه صوت نفس كريم. لو حسيت بتقل في لسانك او تنميل في طراطيف صوابعك دلوقتي يبقى اللعنه بدات تنتشر. الحل الوحيد عشان توقف التحول ده انزل حالا اكتب في الكومنتات سترك يا رب بنية الحفظ، واعمل متابعه واشتراك للقناه وشير الفيديو ده ل3 من صحابك عشان تخرج اللعنه من عندك لعندهم. تصبحوا على كوابيس.